بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على حبيب الله. اليوم بعد غياب ومدة طويلة ولينا إن شاء الله، والعود عدنا والعود أحمد. ما سقطتوا عليا، ما قلت لي الحاجة وين راكي، كيصرى لك وين راكي. المهم اليوم أنا جايبتكم واحد الوصفة سهلة ورائعة ومعروفة عند الجزائريين الكل، اللي هي المحاجب. لكن بصح المحاجب هذه المرة مدورين وخفاف. حنا ولفنا المحاجب مستطيل ولا مربع، لكن هذه المره لا، مدورين وخفاف وبنان وساهلين ماهلين. الله يبارك، يعني تخدميهم وانت يا عينيك مغمضين. والله ما نقرب لكم الكاميرا، والله نبعدها. المهم كما راكم تشوفوا فيها كيما هاك. النتيجة روعة والخدمة سهلة. شوفوا كيفاش معايا، كيفاش خفيف وطايب وما شاء الله. هما مش معجنين وهما خفاف تاع بصح، يرقصوا رقيص دق 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 دق. شفتوا المحاجب يرقصوا هكاك. اليوم غترقصوا معايا ان شاء الله. نبدو على بركة الله. المكونات، والمكونات طبعا سهلة، لكن اللايك وين راه، والبارطاج وين راه، والمشاهدة وين راها. نستناكم ان شاء الله. صايي ان شاء الله يا ربي. غادي نقرب لكم شويه الكاميرا كيفاش تشوفوا مليح. شوفوا نتائجهم ما شاء الله، يشهوا. تعرفوا شي يشهوا كي كملتهم طاروا بهم الاطفال والعائله. نبدو على بركه الله. طبعا انا هذه العجينه كنت عجنتها من قبل ووجدتها. عجينه سهله كما تعرفوا، عجينه المحاجب الدقيق ولا السميد يكون رطب، نوعيه ماما ولا عمور. طبعا هذيك النوعيه جيده للمحاجب والله للمسمن. والله ننصحكم بهم الاخوات. كما كتشوفوا معايا هنايا عجنتهم، زدت المكونات. طبعا هي الماء والملح عادي والسميد. تعجنوهم مليح وتخلوهم تقرصوهم هكا بشويه زيت. تقرصوهم تخلوهم تغطوهم بصاشي هكا ولا، وتخلوهم يرتاحوا مده. كل ما ارتاحوا مده كل ما كانت لكم العجينه غايه، وكل ما صنع لكم المحاجب غايه. هنا عندنا الحشوه، ولا الحشوه اللي هي سهله تاع المحاجب: بصله وطماطيس وثوم وشويه حار. طبعا الحار ما كثرش على خاطر اطفالي. هذا هو المفاجاه نخدموا بها هذا المحاجب، ويجونا ساهلين في الخدمه وتبدونا غايه، اللي هو ورق الالومنيوم. طبعا هو بديل لورق الزبده. اللي عندها ورق الزبده دير ورق الزبده، اللي ما عندهاش تستعمل هذا وتستعمل ما تخافش منه، يعني يخرج لها غايه وترفدي به العجينه ولا ترفدي به الخبزه بسهوله تامه. غادي نقطع منه مرسو ونوريكم كيفاش نبدو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا غادي نديروا هذا المرسو تاع ورق الالومنيوم. ما ننسوش الزيت. طبعا الحاجب يابغوا الزيت، لكن هنا يزيدوا شويه تاع الزيت باه ما يلصقناش في الورق. هو ما غاديش يلصق، لكن المبتدئات تاعنا ان شاء الله غادي يسهل لهم العمليه. انا كنت دايره المقله ولا الطاجين اللي نطيبوا فيه المحاجب يسخن على درجه تكون مليحه. عفوا. هنايا كما كتشوف غادي نقرصوا العجينه بهذه الطريقه بشكل دائري. هنا غادي نقرصوا ونركزوا على الحواف تاع العجينه، كيفاش ماي هذاك الحواف نركوهم مليح مليح مليح، والوسط نخلوه خشين كيفاش من لافاخس والحشو ما تقعرناش العجينه. هكا كيما كتشوف الحواشي كاع نركوهم مليح حتى كنطووهم، ما تجيناش العجينه خشينه ولا الخبزه خشينه ولا معجنه. والله كل هذا النصائح نتمنى ديروها هكا باش تخرج لكم النتيجه روعه. هذه هي لافاخس ولا الحشوه. انا هنايا الحشو غادي نحلوها مليح في العجينه بهذه الطريقه. انا هنا كان عندي هذا حشو متبقي كان في الثلاجه، قلت نديره علاش يقعد لي هكا، لكن هو ماشي ضروري. انا فقط كان عندي في الثلاجه هو هذا حشو تاع لي باركيت. كنت خدمتهم وقعدت لي الحشوه، قلت نديرهم معليش هكا يعطوني بنه على بنه. هنا ضفت الحار كنت قطعته. هنا عندي الاطفال شويه ما يبوش الحار. لافاخ تاع المحاجب لازم تجي حاره في الاول، لاخاطش انا من عندي اطفال ما نجمش ندير لهم حاجه حاره. فدرت خبزات حارين وخبزات ماشي حارين. بهذه الطريقه نلوو العجينه كما راكم تشوفوا ونغطوا كامل الحشوه
هكذا تخلي هذا المورسو من التينه عريض كيما نقولوا كيفاش نعاودوا نردوه على الحشوه بهذه الطريقه. ولا كانش عجينه هكا زياده ولا حاجه عادي نقلعوها، ماشي حاجه زعما ماشي مشكل والله. كيما هكا كيفاش تكون الخدمه متقونه هكا. حاولي باش تقرصيها غير بشويه. نعرفوا العجينه تاع المحاجب تكون شويه فراجيل، قرصوها هكا مليح. نديروها شكل دائره. سهله العمليه، بسيطه جدا وغير متعبه. هكا كاع الحواف سيهم حتى تكون هكا حاجه شويه فيها بانت لافاغ الحشوه عادي غطيها بعجين بهذيك العجينه. حتى واذا قعرت لك كيما انا هنايا قعرت لي العجينه، ممكن بالعجين اللي كان قاعد لك تحطيها هكا غير مرسو صغير ولا قطعه صغيره هكا ونلميها هكا كاع بيديك على شكل دائره. نرفدوها بهذه الطريقه كيما كنت تشوفوا معايا، ونوضعوها فوق طنجيل او المقله اللي تكون سخونه ولا سخناها من قبل. دوك نقرب لكم هنايا الكاميرا كيفاش تشوفوا طريقه نزع الالومنيوم كيفاش تكون سهله. هكا تكون يدك خفيفه شويه على العجينه، صباعك يكونوا خفاف هكا. حاولي باش تنزعي الالومنيوم بهذه الطريقه، طريقه سهله. تحصلنا دابا على الخبزه كما قلت لكم. هنايا خبزه دائريه هنا. الغاز لازم يكون مش فوق المتوسط، ماشي زايد بزاف وماشي منقصه له بزاف باش ما يحرقلكش. يكون زايد يحرق لك الخبزه وما طيبلكش غايه، وكان يكون ناقص ما تبطى لك الخبزه في الطياب. يكون فوق المتوسط وتكون الطاجين يكون سخون من قبل، يكون سخون على درجه عاليه. بعد نقصي غير شويه للغاز. نعرف اللي يكونوا يطيبوا المحاجب عارفين كيفاش هي طريقه الخبز وطريقه الطياب، لكن هذه النصائح فقط للمبتدئات تاعنا. انا رايحه نخليها هنا طيب ونوجد واحده اخرى. نقرب لكم هنايا كيفاش تبان غايه من تكون طيب. هاهي هنايا عندكم ما شاء الله كيفاش راهي طيب. هاك العجينه كي راهي قاعده دير في دوك الفقاعات، يعني ما شاء الله. نقلبوها بسهوله هكذا. يا ريت متابعات تاوعي والله شيرات خواتاتي وكاع يعني بارطاجوا لنا الفيديو وتفاعلوا معنا. راني في مده ما حطيتش. قريب كاني نبدا معكم ثاني خبزه واحده اخرى. كما كنت تشوفوا كنت طيبت خبزات من قبل، غادي نعاود نوريكم كيفاش تلووا العجينه على الحشو بهذه الطريقه. بغيت نعاود لكم اضافه اخرى كيفاش تشوفوها غايه. غادي نضع الحشو كما كنت تشوفوا هنا معايا. يعني طريقه سهله ومبسطه، وورق الالومنيوم رايح يعاونكم بزاف 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 فيها، يعاونكم غايه. اللي ما عندهمش يعني هذا بديل للي ما عندهمش ورق الزبده اللي يساعد في رفع هذا النوع من العجين. يجي شويه ما تقديش ترفديه بيديك بهذه الطريقه كذلك. هاهي هنايا. اتمنى تكون الطريقه واضحه. جربوا هالشيلات، يعني طريقه سهله وشابه وبنينه، والعجينه تكون خفيفه ماهيش معجنه ولا حاجه. لكن تبعوا التفاصيل وتبعوا هاد الهضره كاع اللي نقولها لكم. ماشي خطره اخرى تقولوا لي ما خرجتناش وخرجت لنا عجينه وما على باليش. تما كان ديك صنعت يديك ماشي انايا. صاي الشيرات هكذا. انا غادي نقلبها بسهوله
ونرفع الألمنيوم كذلك بسهولة تامة، ها كما راكم تشوفوا. وهذه هي النتيجة في التالي. إن شاء الله تجربوها وتفاعلوا معنا الشيرات، وإلى الملتقى بإذن الله، وصلوا على رسول الله.